السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فيطيب لنا في المركز المغربي للاقتصاد التشاركي في هذه الليلة الطيبة مع هذه الندوة العلمية الأكاديمية الراقية، والتي تتعلق على وجه التحديد بأحكام القراض في الفقه الإسلامي، وكذلك بالمنظور القانوني. يطيب لنا أن نستقبل ونستضيف في هذه الندوة العلمية، والتي نرجو الله تعالى أن يكتب لها القبول. وقد ظهرت، أو بالأحرى بدأت تظهر، إرهاصات النجاح والسداد لهذه الندوة من خلال هذه الإطلالة البهية لثلة من الضيوف والدكاترة والباحثين الذين لهم بحث وتخصص في الفقه الإسلامي وكذلك في العلوم الإسلامية بشكل عام. حتى لا أطيل عليكم، وبعد أن أتقدم بالشكر الجزيل للمركز المغربي للاقتصاد التشاركي الذي ما فتئ يمتعنا ويستضيفنا على موائد العلم وموائد المالية والصناعة المالية على وجه التحديد. كذلك الشكر موصول للدكاترة الذين يحضرون معنا ويؤطرون هذا اللقاء، كل باسمه وجميل واسمه. والشكر كذلك موصول لكل المتتبعين من الباحثين والطلبة والدكاترة والأساتذة، فمرحبا بالمتكلمين ومرحبا بالسامعين. ولعلي أبدأ بالدكتور المفضال محمد علي أحمد الفاروق. الدكتور محمد علي باحث في الفقه الإسلامي، وسيتحدثنا في حديثه عن أحكام القراض في الفقه الإسلامي. الكلمة لكم دكتور محمد علي أحمد فاروق، تفضلوا مشكورين مأجورين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم الإخوة الكرام والأستاذ الفضلاء والدكاترة المباركون. تحية طيبة إلى كل واحد منكم بجميل واسمه وكريم علمه. في البداية نشكر الدكاترة جميعا ونحييهم جميعا، ونشكر الدكتور الفاضل والأخ الكريم الدكتور هشام، والدكتور كذلك عبد الغفور، والسادة الدكاترة الدكتور لمين بابا والدكتور لبات والدكتور أحمد الذي كان يود الحضور معنا ولكنه أرغمته ظروف صحية على التخلف. نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء. بارك الله فيكم جميعا. ولا ننسى قبل ذلك وبعده أن نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر من خلالكم المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، ونرحب بجميع الحاضرين والحاضرات والمتابعين والمتابعات، ويسعدنا الوجود معهم في هذه الندوة المباركة التي ينظمها المركز المغربي للاقتصاد التشاركي. المركز مركزكم، وما تأتي يقدم الدورات والندوات المفيدة المتعلقة
بالاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية والحقول الفقه الإسلامي بمختلف تخصصاته وتوجهاته ومختلف النشار به. في البداية الموضوع الكبير جدا وهو موضوع في الفقه الإسلامي قديم وحديث، ولا يمكننا أن نحيط به، ولكن عموما لعلنا ندخل إلى هذا الموضوع أو إلى هذا الجزء أو الشق المتعلق بموضوع المداخلة، وهو المضاربة في الفقه الإسلامي. أولا وقبل كل شيء لا بد أن نقف على حقيقة المضاربة، ثم نقف على مشروعيتها، ثم بعد ذلك نلم ببعض الأحكام، خصوصا أن الحديث إنما يتعلق فقط عن المضاربة في الفقه الإسلامي، والإخوة يكملون خاصة الدكتور العباس يحيط في موضوع المضاربة المعاصرة أو المضاربة المشتركة في البنوك الإسلامية، وكذلك الدكتور لميد له إضافات مفيدة. أولا كلمة المضاربة هذه في اللغة العربية هي مصدر مقيس للفعل الثلاثي ضارب، فيقال ضارب ضرابا ومضاربة، فكل منهما مصدر مقيس. ابن مالك في الألفية يقول: فاعل الفعال هو المفاعلة وغير ما مر السماع عدلا، ويقول كذلك في لامية الأفعال: لفاعل اجعل فعالا ومفاعلة وفعلة عنه ما قد نابذ احتملا، فكل منهما مصدر. أما عن معنى المضاربة هذا من الناحية اللغوية النحوية. أما عن معنى المضاربة في اللغة، فإذا ولجنا إلى المعاجم نجدهم يعرفونها أو يفسرونها تفسيرات ترجع عموما إلى أن المضاربة في لغة العرب بمعنى الضرب في الأرض. لذلك يقول الفيروزبادي في القاموس المحيط: ضارب له إذا استجر في ماله وهي القراض. ومن هنا يعطينا الفيروزبادي معلومة، وهي أن المضاربة تتفق مع القراض في المعنى، وهذا سنأتي إن شاء الله تعالى بحول الله تعالى في التعاريف الاصطلاحية عند جمهور الفقهاء. طيب، فالمضاربة هي بمعنى السير في الأرض لابتغاء الرزق، ومنه قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فيطلبون رزقه بالمشي في مناكبها، ومنه قوله تعالى: لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي لا يقدرون على التنقل فيها للمعاش. ومن هذا المعنى كما يقول ابن منظور في لسان العرب: قيل للطيور المهاجرة لطلب الرزق في الأرض تقول لها العرب الضوارب، الضوارب لأنها مهاجرة لطلب الرزق. وكذلك يأتي الفعل بمعنى الكسب والطلب، يقال فلان يضرب المجد يكسبه ويطلبه. طيب، هذا عن المضاربة في المعنى اللغوي. أما إذا أردنا أن نقف على تعريف المضاربة في المعنى الاصطلاحي، فنلاحظ أن تعاريف الفقهاء تختلف ألفاظها، ولكن عموما سنقف بعد أن وقفنا على التعريف اللغوي نأتي إلى التعريف الاصطلاحي لعقد المضاربة من خلال تتبع أقوال الفقهاء. لعلنا في تقريبا المذاهب نقتصر على المذاهب الأربعة. أولا، لم يرد نص صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية للمضاربة، لذلك جاءت تعاريف الفقهاء مختلفة متباينة، إلا أن هذه التعاريف نلاحظ أنها تشترك في أغلب معانيها ومضامينها أو في جلها على الأقل. طيب، وقبل أن نأتي بجملة من التعاريف نشير إلى ما يلي. عندما تناول أولا النقطة الأولى، عندما تناول الفقهاء المتقدمون مصطلح المضاربة فإنهم قصدوا بها المضاربة الثنائية، أي التي تكون بين الطرفين. أما المضاربة بالمفهوم المعاصر أو المضاربة المشتركة فهذه طبعا لم تكن موجودة أصلا في عصور الفقهاء المتقدمين، فلم تكن المضاربة المشتركة التي تقوم بها المصارف الإسلامية المعاصرة معروفة في العصور الغابرة عند الفقهاء المتقدمين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن تعاريف الفقهاء للمضاربة تتفق في المفهوم العام للمضاربة، وإن اختلفت في بعض التفاصيل، مثل اقتصار المضاربة على ميدان التجارة، هل هي تقتصر على ميدان التجارة فقط أو تتوسع في مجال تطبيقاتها لتشمل التجارة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. طيب،
بعد أن حددنا في البداية هاتين النقطتين نقول نلج إلى موضوع التعاريف. أولا نبدأ بتعريف الأحناف، طبعا لأنهم الأقدم في المذاهب الفقهية. عرف الأحناف المضاربة بتعريفات متعددة، منها تعريف المرغياني يقول: المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر، يعني هي تعاون بين رأس المال وبين العاملة. كذلك عرفها الإمام ابن عابدين الحنفي بأنها عقد شركة بالربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر. طيب هذا للتعريف بالنسبة للمذهب الحنفي. طيب نأتي إلى المذهب المالكي وهو المذهب الثاني. طيب كان عندنا المذهب الحنفي، نأتي إلى المذهب المالكي. لعل الصوت فيه مشكل. مسموع. الصوت شوي فيه خلل. ربما حاول أن تقترب أكثر من المايك دكتور. هل سمعتني دكتور؟ طيب لعلي أسمعك. تسمعني الآن؟ تسمعني؟ نعم الآن جيد. لعلك تقترب من المايك أكثر دكتور. طيب بعد أن توصلنا إلى تعريف المضاربة في المذهب الحنفي نأتي إلى المذهب المالكي. طيب نلاحظ في المذهب المالكي أنه تتعدد التعاريف للمضاربة أو للقراض، لأن المالكية يعبرون بالقراض، فيعرفونه بتعريفات تتنوع وتتعدد بالرجوع إلى المصادر والمراجع في المذهب المالكي. عرف الإمام ابن الحاجب القراض بقوله: القراض إجارة على التجري في المال بجزء من ربحه. فقوله إجارة هذا يشمل جنس عام، وقوله على التجري يخرج به الإجارة على ما ليس بتجارة، وقوله بجزء مشاع طيب يشير به إلى شرط من شروط القراض أنه لا بد أن يكون الجزء مشاع ولا يجوز أن يكون محددا. طيب هذا التعريف الأول في المذهب المالكي للمضاربة. طيب ثم نأتي إلى تعريف المختصر. خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى يعرف القراض بأنه القراض توكيل على تجري بنقد مضروب مسلم بجزء من ربحه بجزء مسلم للعامل بجزء من ربحه علم قدرهما. التردير في شرحه يعلق على هذا التعريف يقول: القراض بكسر القاف القطع سمي بذلك لأن المالك قطع قطعة من ماله لمن يعمل فيه بجزء من الربح. وقوله توكيل من رب المال لغيره على تجري في نقد ذهب أو فضة فهو توكيل خاص، فخرج ما عداه من أنواع التوكيل حتى الشركة فلا تسمى قراضا. ويلاحظ على التعريف الأخير وهو تعريف الشيخ خليل بأنه لم يبين ما يجب توفره في كل من العاقدين وهو رب القراض والعامل. وإن قيل إن التوكيل يفهم منه ما يشترط في الموكل والموكل، إلا أن للقراض طبعا شروط غير شروط الشركة، فالقراض يختلف عن الشركة. طيب ثم نأخذ تعريفا ثالثا له في المذهب المالكي وهو تعريف الإمام ابن عرفة يقول: القراض تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. طيب القراض تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. طبعا عند مقارنة هذا التعريف بالتعريف السابق نلاحظ أن التعريف يشمل القراض الجائز وغير الجائز، لأن كلمة مال وقال تمكين مال وكلمة مال تشمل النقد والعرض، وهذا طبعا أحسن. أن التعاريف ينبغي أن تشمل الحقيقة بغض النظر عن شروطها.
طيب إذا محمد علي. تعريف المالكية للقراط نلاحظ. علي. طيب دكتور محمد علي لما جات تشغيل الكاميرا، بارك الله فيك. نظرنا نظرة سريعة إلى تعريف المالكية نلاحظ أنهم يشترطون كون رأس المال القراط نقدا متعاملا به، ويشترطون أنهم كذلك يقيدون القراط بالعمل في التجارة وهي البيع والشراء، كما قال خليل القراض توكيل على تجربة. ثالثا نأتي إلى المذهب الشافعي. الشافعية يعرفون القراض بتعريفات عديدة، نختار منها النماذج التالية. عرفه الإمام يحيى النووي في روضة الطالبين بقوله: القراض أن يدفع مالا إلى شخص ليتجر فيه والربح بينهما. وعرفه في المنهاج بقوله: أن يدفع مالا إليه ليتجر فيه والربح مشترك. نلاحظ التقارب الشديد بين التعريفين، ذكر فيه مال يدفع إلى شخص ويكون عامل القراض شريكين في الربح. كذلك أيضا عرفه في المذهب الشافعي الإمام زكريا الأنصاري بأنه عقد يتضمن دفع مال لآخر ليتجر فيه والربح بينهما. طيب نجي المذهب الرابع وهو المذهب الحنابلة. الحنابلة يعرفون المضاربة لأنهم يطلقون المضاربة مثل الأحناف. الأحناف والحنابلة كثيرا ما يعبرون بالمضاربة، المالكية والشافعية يعبرون بالقراض. الحنابلة يقولون الإمام ابن قدامة يعرف المضاربة بقوله: المضاربة هي أن يدفع رجل مالا إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، سواء كان النصف أو الثلث أو الربع، ما جرى به الاتفاق بينهما. فعرف بأنها أن يدفع الرجل مالا إلى آخر ليتجر فيه والربح بينهما على ما شرطا. وهذه التعاريف عموما هي متقاربة. طيب هذه جملة من تعاريف الفقهاء المتقدمين لمصطلح المضاربة أو القراض. إذا أتينا إلى تعريف المعاصرين، أيضا المعاصرون لهم تعاريف عموما هي تتقاطع مع تعاريف المتقدمين في بعض الأمور وتختلف عنها في بعض الأمور. مثلا من العلماء المعاصرين الدكتور حسن عبد الله الأمين يعرف المضاربة بأنها اتفاق بين طرفين يبذل أحدهما فيه ماله ويبذل الآخر جهده ونشاطه في الاتجار والعمل في هذا المال على أن يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما يشترطان من النصف أو الثلث أو الربع. أيضا الدكتور سامي حسن حمود يعرف المضاربة بأنها اتفاق طرفين يقوم أحدهما اتفاق بين طرفين يقوم أحدهما فيه بتقديم المال ليعمل فيه الآخر بالتجارة غالبا على أن يكون الربح بينهما بحصة شائعة منه في الجملة. طيب هذه التعاريف عند مقارنتها تظهر بعض الأمور التي ربما لا يتسع الوقت لها. عموما هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية نأتي إلى النقطة الثالثة وهي الألفاظ ذات الصلة بمفهوم المضاربة في العصر الحديث أو في الفقه القديم. نلاحظ أنه يوجد تشابه وثيق بين المضاربة وبعض عملات المضاربة طبيعة خاصة معاملة الأخرى. فيما يلي يشير إلى بعض أوجه الاتفاق والاختلاف بين المضاربة وهذه الألفاظ اللصيقة أو الشبيهة الوثيقة. الصوت دكتور محمد علي. الحديث. أولا مصطلح الشركة، يوجد تشابه قوي بين المضاربة والشركة، حيث أن كل منهما عقد يشتمل على تعاون بين العمل ورأس المال بهدف التنمية، وتوزع الأرباح حسب الاتفاق بين الأطراف. ولكن توجد بين المضاربة والشركة فروق، من أهمها ما يلي: من حيث رأس المال والعمل، ففي الشركة يكون رأس المال والعمل من جميع الشركاء، بينما في المضاربة يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر. إذن هذا أبرز الفروق بين المضاربة والشركة.
الشركة رأس المال يكون لجميع الأطراف، أما المضاربة فرأس المال إنما يكون من جهة واحدة. طبعا هذا في المضاربة الثنائية، أما المضاربة المشتركة فقد يتعدد فيها رأس المال كما سيتبين مع الأبواب. طيب من حيث التصرف، الفرق أيضا بين المضاربة والشركة من حيث التصرف. في الشركة يحق لكل شريك التصرف كاملا في أمور الشركة أصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره، بينما في المضاربة يكون التصرف الكامل للمضارب فقط، لا إذا قيده رب المال ببعض الخسارة. أيضا هنالك فرق من حيث بين المضاربة والشركة من حيث الخسارة. الشركة يتحمل الخسارة، كل الشركاء يتحملون الخسارة في الشركة، أما المضاربة في الخسارة يتحملها رب المال وحده إلا إذا كانت بتعد أو تقصير، تكون طبعا على العامل، لأن العامل هو أمين، والأمين أصلا في الفقه الإسلامي أنه لا يظلم. أما في الشركة فالخسارة كالربح تكون مفروضة على المال بحسب مال كل، فتفض الخسارة والربح بحسب ملك كل. طيب هذا الفرق بين المضاربة والشركة. أما بين المضاربة والإبضاع فالصلة بينهما أيضا يوجد صلة بينهما، من حيث أن كل منهما فيه أخذ المال من مالكه للتجار فيه، ولكن في المضاربة له جزء من الربح حسب ما يتفقان عليه، فالعامل هو شريك في الربح. أما المضاربة فلا شيء له من الربح، فهو متبرع بعمله والربح كله لصاحب المال. إذا في الإبضاع، والإبضاع شبيه بالمضاربة، لكن المضاربة العامل له نسبة من الربح، أما الإبضاع فالعامل ليس له نسبة من الربح، بل الربح كله لرب المال، لأن العامل ليس كالمبضع. المبضع هو متبرع بعمله وجهده، أما العامل في المضاربة فعمله مقابل نسبة من الربح. ثالثا المضاربة في البورصة، طبعا هذا مصطلح حديث له صلة وثيقة بالمضاربة في الفقه الإسلامي، ولكن يظهر أنه تشابه باللفظ فقط، وفي الحقيقة ليس تشابها في المضمون. المضاربة في البورصة هي لا تشبه المضاربة الشرعية إلا في اللفظ فقط دون المعنى. نلاحظ أن الشركة، مصطلح الشركة الذي كان عندنا ومصطلح كذلك الإبضاع فيهما تشابه معنوي بالمضاربة. أما المضاربة في البورصة فشبهها بالمضاربة في الفقه الإسلامي هو شبه في الحقيقة، شبه لفظي وليس شبه معنوي. ولذلك المضاربة في البورصة المالية تعني المخاطرة بالبيع والشراء بناء على التخمين تقلبات الأسعار من أجل الحصول على فارق الأسعار، وهذه المعاملة يسمح فيها التعامل للمضاربين بعقد صفقات جارية دون أن يكون المضارب مالكا لأصل السلع، ولا يتم التسليم الحقيقي، وهي معاملة غير شرعية لأنها قائمة على الثمار، ولذلك يختلف له في كثير من ممارساته المشوب بالحرام عن اللفظ بمعناه الشرعي الملتزم به. طبعا فرق كبير بين المضاربة الشرعية والمضاربة في البورصة. طيب هذا عن أهم الألفاظ ذات الصلة بالمضاربة في الفقه الإسلامي. أما النقطة الرابعة فهي مشروعية المضاربة. طيب وتكييفها. أولا أدلة مشروعية المضاربة، يتفق علماء المذاهب وأتباعهم بمختلف مدارسهم بشأن جواز المضاربة، كلها أدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس، على الرغم من أنها مستلزمات من الغرض والإدارة المجهولة عند بعضهم. والعلماء اتفقوا على جواز المضاربة عموما، لكن اختلفوا هل جوازها جاء على القياس أو جاء مخالفا، على أنها مستلزمات من الإدارة المجهولة. لها أدلة عموما، سواء قلنا هي مشروعة على الأصل مشروعة ليس على الأصل، فعموما جوازها ليس محل النقاش، لأنه مما نقل عليه الإجماع ودل عليه الحكيم ودلت عليه السنة المطهرة. وفيما يلي نتطرق إلى بعض الأدلة بشكل سريع. أما القرآن فعموم قوله تعالى آخرون يضربون في الأرض يقرؤون الضرب المزمل الآية 20، والمضارب يضرب في الأرض يتغير بفضل الله عز وجل. وكذلك قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض تبتغوا من فضل الله الآية 10. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، البقرة الآية 198. في القراءة ابتغاء فضل العلماء، فهذه الآيات من عمومها تتناول إطلاق العمل مع وتبع جوازها مشروعية. وأما السنة، هذا من ناحية القرآن، وأما السنة فقد رويت عدة أحاديث وآثار عن الصحابة تدل
يدل على جواز المضاربة. منها ما رواه الدارقطني والثقات عن حكيم بن حزام أنه كان يستهدف على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة لا تجعل مالا لا تحمله في بحث لا تنزله في بطن، إذا فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. الشاهد منه هنا أنه هذا فعل الصحابي عموما، فعل الصحابي وقوله عموما فيه نقاش بين الأصوليين هل هو حجة أم لا، لكن قول الصحابي هنا أو فعله بالأحرى هو صاحبته السنة التقريرية، لأن في آخر الحديث بلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. وروى الإمام ابن ماجه أيضا عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا البيع. وروى مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال عفان على أن الربح بينهما. وروي أن عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خرجوا في جيش إلى العراق، فلما قصد مر على عامل لعمر وهو أبو موسى الأشعري فرحب بهما وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. قال: بلى، ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعان به وكان رأس المال لا أمير لكما ربحه. فقال: وجدنا، ففعل، فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال. فلما قدما باعا وربحا، فقال عمر: كل الجيش قد أسلف فما أسلفكما؟ فقال: لا. فقال عمر: ابن أمير المؤمنين أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: يا أمير المؤمنين، لو هلك المال ضمناه. فقال: أدياه. فسكت عبد الله، فرجعه عبيد الله، فقال رجل من خلفاء عمر: يا عمر، لو جعلته قراضا، أي لو عملت بحكم المضاربة، وهو أن يجعل لهم نصف ولبيت المال النصف. فرضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخذ رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف المال. فعموما عمر هنا طبق القراض، قسم نصفين، نصفه لبيت المال ونصفه عبد الله وعبيد الله. وجه الدليل من هذا الأثر أن عمر صوب ما عمل به هذا المشير الذي أشار إليه، وأخذ بقوله: فرد عبد الله وعبيد الله رد عبد الله وعبيد الله إلى قراض مثلهما وهو النصف. وكذلك مما يذكرون بمشروعية المضاربة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة وكانت أرسلت معه لما ميسرة. طبعا هذا أيضا فيه نقاش آخر، وهو أن هذا وقع قبل وعموما القراض كان أيضا جاهلي، وهو من المسائل التي كانت في الجاهلية قبل الإسلام وفقه الإسلام. وأما الإجماع فما روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة ولم ينكر عليهم أحد، فكان ذلك إجماعا على جواز المضاربة. ومن هؤلاء عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يقل عن أحد من أقرانه أنه أنكر ذلك عليهم ذلك إجماعا. فعموما لا خلاف بين المسلمين، أعلمه في جواز المضاربة وأنها كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام. ولهذا ذكر الإمام السرخسي أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يتعاملون بالمضاربة بينهم فأقرهم على ذلك. قال الباجي الإمام الباجي المالكي يقول: وأما القراض فهو جائز لا خلاف في جوازه في الجملة. ويقول الإمام ابن رشد الحفيد: لا خلاف في جواز القراض، وأنه ما كان بالجاهلية فأقره في الإسلام. وقد عموما نقل كثير من العلماء لا يمكن حصرهم: الإمام السراقسي والإمام الباجي والإمام ابن رشد وغيرهم من نقلة الإجماع. وأما القياس أيضا فالمضاربة مقيسة على المساقات بجامع أن كل منهما عمل بشيء ببعض المنائي وحاجة الناس إليها. فنلاحظ عموما نختصر أن المضاربة
هالأدلة الأربعة هي من ناحية القرآن مررنا بالآيات، ومن ناحية السنة بالأحاديث، السنة القولية والسنة الفعلية من أفعال الصحابة والإجماع كذلك والقياس. طيب، النقطة الثانية عندنا أو الرابعة عندنا وهي تكييف عقد المضاربة. العلماء اتفقوا على جواز المضاربة لكن اختلفوا في تكييفها. فذهب الجمهور إلى أنها من جنس الإيجارات وأنها مشروعة على خلاف القياس، وذلك لأن العمل والربح فيها مجهولان، إلا أن هذه الجهالة هنا لا تؤثر، لأن العمل مقصود فلا تضر جهالته ولا جهالة الربح. فالمضاربة هي عند الجمهور رخصة مستثناة من المجهولة، بينما يرى أكثر الحنابلة والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية أنها من جنس المشاركات وأنها مشروعة على وجه القياس. وعموما هم اتفقوا على مشروعيتها، ولكن الجمهور على أنها مشروعة على خلاف القياس، لأن الربح فيها مجهول. والشيخ الإسلام ابن تيمية والكثير من الحنابلة والظاهرية يقولون هي من جنس المشاركات وهي مشروعة على وجه القياس. ونمر سريعا ببعض أقوالهم. المذهب الأول وهو مذهب الجمهور، قال الإمام الكاساني: القياس أن عقد المضاربة لا يجوز أنه استئجار بأجل مجهول، بل بأجل معدوم ولعمل مجهول، لكننا تركنا القياس للكتاب العزيز والسنة والإجماع. يشير إلى أنها وإن كانت بأجل مجهول وبأجل معدوم ولعمل مجهول، لكن هذا القياس ضرب عنه وترك. ماذا؟ لأنه دل دليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على جواز المضاربة. ويقول الإمام ابن رشد: لا خلاف في جواز القراض وأنه مستثنى من الإجارة المجهولة، وأن الرخصة في ذلك إنما هي من رفق الناس. ويقول الإمام ابن جرير في القواعد الفقهية: القراض جائز مستثنى من الغرر والإجارة. عموما المضاربة عند الجمهور هي مثل معاوضات الإجارة. المذهب الثاني وهو مذهب أكثر الحنابلة والظاهرية ما تقدم، أن المضاربة مثل الشركات أو الشركات للإجارات، وأنها مشروعة على وجه القياس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الذين قالوا المضاربة والمساقات والمزارعة على خلاف القياس ظنوا أن هذه العقود مثل الإجارة بأنها عمل بعوض، والإجارة اشترطوا فيها والمعوض. أما رأوا العمل في هذه العقود غير معلوم قالوا تخالف القياس، وهذا من الغرض بين هذه العقود من جنس المشاركات من جنس المعوضات الخاصة التي يشترط فيها العقود، والمشاركات جنس غير جنس المعاوضات، ويقيل إن فيها شوب المعاوضات. جميل جدا دكتور محمد علي. في حقيقة الأمر ما تفضلتم به دكتور محمد علي أحمد الفاروق جعلني أتنازل كثيرا، فما أحببت أبدا أن أوقفك ونحن نصول ونجول معك في الجزئيات الفقهية التي ترتبط بالتأصيل لها من خلال المذاهب السنية المعتبرة. جزاكم الله خيرا دكتور محمد علي أحمد الفاروق. وأنا عندي يقين جازم أن في جعبتك الكثير والكثير في هذه الجزئية المتعلقة بأحكام القراءة في الفقه الإسلامي. لكن هكذا هذه اللقاءات العلمية دكتور تحتم على المتكلم وعلى المسير، هكذا أن نوزع الحديث بين بقية الضيوف. جزاكم الله خيرا دكتور محمد علي أحمد الفاروق، ونرجو الله تعالى أن يديم عليكم هذه الابتسامة العريضة الوهاجة. جزاكم الله خيرا وكتب الله تعالى أجركم. الله يبارك فيك. حياكم الله تعالى دكتور. أمر بعد هذا إلى الدكتور لمين محمد محمود، وهو باحث في العلوم الإسلامية، وسيتناول بدوره مشكورا أحكام المضاربة في الأسواق المالية وأحكامها. يتفضل الدكتور لمين محمد محمود الكلمة. أرجو الله تعالى أن يفتح عليكم في تناول هذه الجزئية في المحدد وفي الوقت المحدد. حياكم الله جميعا. حياك الله دكتور عبد الغفور. حياك الله. حياكم دكتور لمين. لعلكم تقتربون من المايك دكتور لمين.
من أجل أن نستمتع بحديثك أكثر. حياك الله دكتور أخي دكتور عبد الغفور، حياك الله دكتور محمد علي، حياك الله دكتور لبات وجميع الإخوة المستمعون والمحاضرون، الله يحفظكم ويرعاكم. الآن الصوت مسموع؟ هل الصوت الآن واضح؟ الآن جيد دكتور لبيب، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وهدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم أيها الإخوة الأعزاء، وبارك الله فيك أخي الدكتور محمد علي، فقد أفدت وأشدت وتناولت موضوع المضاربة من حيث الناحية الفقهية واللغوية. وأما المحور الذي خصصتم لي وهو أحكام المضاربة في الأسواق المالية، فالحديث حول أحكام المضاربة في البورصة يتطلب يعني نقاشا كثيرا ووقتا يعني يحسب له حسابه. وما دام يعني محصور في موضوع المضاربة فقط، أي المضاربة في البورصة، فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ما يمكن أن يكون تكملة للموضوع الفقهي السابق. ولهذا سأتناول يعني هذا المحور من حيث التعريف، يعني تعريف سوق الأوراق المالية، مفهوم البورصة، تعريف اللغوي والاصطلاحي الاقتصادي والقانوني، تاريخ النشأة والمضاربة في البورصة في الاقتصاد الوضعي، العلاقة التشابهية بينها وبين المقامرة والمخاطرة والاستثمار، أنواع المضاربة في السوق المالية وهي كما تعلمون من حيث صعودها وحيث النزول، كذلك أيضا التخريج الفقهي، ونشير بعد ذلك قليلا إلى قرار المجمع الفقهي المتعلق بذلك. أنتم كما تعلمون أن المضاربة كما سبق يعني مع أستاذنا الدكتور محمد علي هي تختلف تماما عن المضاربة في البورصة. هي المضاربة في الفقه الإسلامي تختلف عن المضاربة في البورصة، فهما يشتركان في المبنى ويختلفان في المعنى. وما دام الأمر كذلك لا بد من الرجوع إلى البورصة وتعريفها وتعريف نشأتها ليتبين للسامع موضوع المضاربة في السوق المالي. ويرجع تاريخ نشأة الأسواق، يعني هذا النوع من الأسواق، بل الأسواق يعني من حيث هي كمكان أو كحيز منظم لعرض البضائع وغير ذلك، يرجع ذلك إلى الرومان الذين كانوا أول من عرف الأسواق المالية في القرن الخامس قبل الميلاد. وكذلك أيضا أنشأ اليونانيون متجر المقايضات في أثينا، وكانت هناك أسواق للعرب كما تعلمون نص عليها القرآن في سورة قريش: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أي الرحلتان المعروفتان وهما رحلتي الشتاء والصيف. وهذه مرحلة يعني إنشاء ما يسمى بالسوق المالية التي هي البورصة مر بعدة مراحل. والمرحلة الأولى هي مرحلة إنشاء بورصات البضائع، وتعلمون كانت يعني معظمها تتمركز أساسا حول الزراعة والصناعة وما رافق ذلك يعني من هجرة الأيادي العاملة. والمرحلة الثانية هي مرحلة التعامل بالأوراق التجارية، وهذا يعني لابد من أن أنبه تحت هذا البند إلى أن الأوراق المالية ليست هي الأوراق التجارية. فالأوراق التجارية أنتم كما تعلمون هي ما يسمى بالكمبيالة والشيك وأخواتي يعني هاتان الورقتان. أما الأوراق المالية التي هي البورصة فهذه عبارة عن السندات والأسهم، وموضوعها موضوع متشعب، ومن أكثر إشكالياتها من أكثر الإشكاليات الفقهية المطروحة على المستوى يعني المذاهب بصفة عامة. المرحلة الثالثة هي مرحلة التعامل بالأوراق المالية، وهذه المرحلة هي يعني يمكن أن أقول بأنها هي مرحلة ولادة ما يسمى بالبورصة. وهذه المرحلة كانت مرحلة تعامل داخل المقاهي وعلى
قارعة الطرق، و يعني حكما يمكن أن نقول بأنها شبت في أمريكا في عام 1790 خلال حرب الاستقلال، حيث أصدرت الفيدرالية صكوك الدين الموحد، وكان التعامل في هذه الصكوك في المقاهي والطرقات، وكان السماسرة وقتئذ يجتمعون تحت شجرة في شارع وول، وهو ما يعرف الآن بوول ستريت. ثم انتقل التعامل إلى قهوة تونتين في فرنسا قبل افتتاح بورصة باريس. كان التعامل يجري في شارع كانانبو. ثم المرحلة الرابعة، وهي يمكن أن أقول بأنها مرحلة شبه النضج، وهذه المرحلة هي مرحلة استقلال بورصات الأوراق المالية بمبانيها وأنظمتها. وقد رافق هذه المرحلة نشوء مشاريع ضخمة لم يستطع المستثمر الفرد وحده القيام بالأعباء المالية، فبنمو الاقتصاد وتطور الصناعة وزيادة الدخول من ناحية ورواج التعامل في الأوراق المالية من ناحية أخرى، أم لا ضرورة قيام أسواق الأوراق المالية المستقلة وضرورة تطور نظمها وأساليب التعامل فيها. وبعد حدوث الانقلاب الصناعي في الاتحاد الأوروبي، أو ما يسمى عفوا بالقارة الأوروبية، وحلول الإنتاج الكبير بدل الإنتاج الصغير، ظهرت يعني الحاجة الماسة إلى كميات التضخم من المواد الخام التي تحتاج إلى الصناعات. وبعد ذلك يعني انتشار المدن واقتراض الحكومات ولجوء الشركات إلى الاقتراض وغير ذلك يعني من المسائل التي ساهمت في نمو ونضوج ما يسمى بسوق الأوراق المالية. هذا عن نشأة البورصة. لكن ماذا عن المضاربة؟ نحن قلنا بأن المضاربة في البورصة ليست هي المضاربة في الفقه الإسلامي، وذلك لأنهما يتفقان في المبنى ويشتركان في المعنى. وقد تناول الأخ موضوع المضاربة في الفقه الإسلامي وبين تعاريف الفقهاء لها في المذاهب الأربعة حكما. والمضاربة في بورصة الأوراق المالية التي يسمونها ب speculation هي ترجمة غير صحيحة لهذه الكلمة، وإن كان يعني هذا المصطلح أو هذا المفهوم أساسا اختاره يعني العاملون في هذا المجال انطلاقا من ترجمة هذه الكلمة. فهذه الكلمة ترجمتها الدقيقة هي المجازفة، كما يقول الدكتور شعبان في كتابه وغيره من المهتمين بمجال بورصة الأوراق المالية. والمضاربة في الاقتصاد الوضعي بصورة عامة هي شراء شيء رخيص في وقت ما لغرض بيعه بسعر أعلى في وقت آخر، وقد توصف بأنها مراشحة عبر الوقت، أي الشراء في وقت ما والبيع في وقت آخر. وفي هذه الحالة لا يمكن معرفة الأسعار إلا بالتقدير الذي لا يمكن أن يكون صحيحا أو خاطئا، وهي عكس المراشحة عبر المكان، أي الشراء في مكان والبيع في مكان آخر. فالأسعار معروفة في هذه الحالة، وبهذا المفهوم تعتبر كل المعاملات في عداد المضاربات. هذا يعني من الناحية الفقهية. أما من الناحية السوق المالية التي هي البورصة، فإنها وجدت عندما ظهرت طبقة من المتعاملين في البورصة يشترون الأوراق المالية بقصد إعادة بيعها عند ارتفاع أسعارها والحصول على فارق السعر كربح رأسمالي. ومن المعلوم أن هدفهم هذا يتوقف على أمرين: وجود فارق الأسعار بين البيع والشراء، والثاني زيادة عدد الصفقات التي تتم وسرعتها مع زيادة كمية الأوراق المالية المتعامل بها. وبما أن معرفة هؤلاء بفروق الأسعار أمر تقديري، لأنه يعني مبني على التنبؤ والتوقع وليس يعني أمر واقعي محسوم، يدخل في عدم التيقن والمخاطرة والمجازفة التي تقترب من المقامرة. والدافع لهذا الأمر هو ابتكار عمليات كالتغطية والاختيارات لتقليل المخاطر، وابتكروا زيادة عدد الصفقات وكمية الأوراق المالية المتعامل بها.
هذا التنبؤ يتوقف على قدرات المتعاملين على التحليل والحدس والتصور الصحيح للسوق واتجاهات التعامل وعدم التأثير بالعوامل العاطفية كالشائعات ونحوها. وهنا لا يمكن أن أتجاوز إلا أن أشير إلى أن الدول العربية من أكثر الدول التي يعني تنتشر فيها الشائعات، وهذا ما عرقل سوق الأوراق المالية فيها، بل حرم يعني بعض الدول تخوفا من ذلك من الإقدام يعني على سوق كهذه السوق المبنية على المخاطرة والمجازفة والتنبؤ، كحالنا في موريتانيا التي أعتقد أنه لا يحول بينهم وبين إنشائها إلا كثرة الشائعات وعدم وجود صحافة متخصصة في هذا المجال. نعم. وبما أن يعني المضاربة في السوق المالية هي هذه، لابد من أن أشير إلى الفوارق التي بينها أو التشابه الحاصل بينها وبين المخاطرة والمقامرة والاستثمار. فالمضاربة والمخاطرة يستعمل لها مصطلح المخاطرة في الميدان الاقتصادي يعني انطلاقا من المضاربة والمخاطرة معا للدلالة على الحدث غير المتوقع الذي يحل بالخطة المرسومة. أما المخاطرة في ميدان الأعمال فينقسم إلى قسمين أو يعتبر نوعين من المخاطرة: مخاطرة قابلة للتأمين كالحرائق ونحوها، وهذه مخاطر يعني قابلة للتأمين مثل مخاطر الخسارة من خلال التغيرات في الطلب على السلع في المستقبل، ويمكن تقليل هذه المخاطر عن طريق التغطية. وتتفق يعني كل من المضاربة والمخاطرة على أنهما تعتمدان على التنبؤ، يعني التنبؤ بما ستكون عليه الأسعار وتحقيق الربح نتيجة لذلك. وهذا التنبؤ ذهب البعض إلى القول بأنه متطابق، حيث ذهب مراد كاظم إلى القول بأن الادخار في حد ذاته يتضمن فكرة المضاربة، كما أن التوظيف مهما كان ثابتا فهو لا يخلو من عنصر المخاطرة التي هي أساس عمليات المضاربة. والمخاطرة أعم من المضاربة، فهي توجد في كل الأنشطة التجارية، فإن كان معاملة تجارية تتضمن بالضرورة عنصر عدم التيقن حول ما سيحدث في المستقبل، فهذه مخاطرة لا بد أن يتضمنها العمل التجاري. وأما المضاربة فتعتمد على تغير السوق، حيث يقول سيلبرت إن حامل السهم الذي له الملكية في شركة ما أو الملكية في شركة ما يفترض إمكانية وجود الخسارة، فإنه يتحمل مخاطرة تختلف اختلافا واضحا عن تلك التي يتحملها المضارب في أسعار الأوراق المالية. وهناك علاقة طردية بين المخاطرة والعائد المتوقع، ونحن أنتم تعرفون أن الربح دائما كلما على مؤشر المخاطرة كلما على توقع يعني كثرة الأرباح وغير ذلك، يعني هناك علاقة طردية بين ذا وذاك. والعائد كلما كانت يعني درجة المخاطرة أكبر كان العائد أو الخسارة أكثر. فدرجة المخاطرة في المضاربة أكبر في الأنشطة التجارية الأخرى، لأن التاجر يحاول أن يقلل من احتمال الخسارة الفادحة بتقبل عائد متوقع أقل نسبيا، لذلك تكون نتيجة المخاطرة ذات مردود إيجابي أكثر مما في المضاربة. ونخلص إلى أن مع الدكتور إلى أن المضاربة درجة من درجات المخاطرة التي تقترب أحيانا إلى درجة المقامرة. هذا عن التشابه بينها وبين المقامرة، أي المضاربة في السوق المالية التي هي البورصة والمقامرة. ولهذا جاء انطباع الناس بأن سوق الأوراق المالية مجرد نادي للقمار، نظرا لهذه العلاقة الطردية بين المقامرة والمضاربة في سوق الأوراق المالية، وذلك لأن عنصر المخاطرة يوجد في المقامرة والمضاربة وكل نشاط تجاري، ولكن في القمار يعني في موضوع القمار العقود فيه محلها المخاطرة فقط، ولا يتضمن عقد القمار معاملة مفيدة، لأن المقامر يدفع لشراء فرصة للفوز بمبلغ أكبر. المقامر يدفع لشراء فرصة للفوز بمبلغ أكبر. وأما المضاربة فإنها تتضمن المخاطرة، ولكن لا تعتمد على المخاطرة فقط، بل إن الاحتمالات محسوبة بدقة ولا تعتمد على الصدفة فقط. هذا من حيث الطرح الشبه الاقتصادي أو الطرح كما هو
من حيث الفروق والبحث عن الربح انطلاقا من المقامرة وتبين العلاقة الطردية بين المقامرات والمضاربة. أما المضاربة والاستثمار فإن بينهما يعني أيضا تشابه آخر يصعب تحديده. ويرى الدكتور يوسف الدين إبراهيم أن النظام النقدي المعاصر الذي يسيطر عليه رأس المال الغربي جعل من العسير جدا الفصل بين الاستثمار بالمعنى الإنتاجي والاستثمار بالمعنى المضاربي، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات سعر الفائدة. هناك سعر فائدة وهناك تضخم، والتضخم يشير إلى ممارسة الاكتساب من فروق الأسعار، وهذا يعني شبه مسلمة عند كثير من الاقتصاديين. وإن كان يرى آخرون أنه من الممكن التمييز بين المضاربة والاستثمار باعتبار أن المستثمر يمتلك الأوراق المالية توقعا لارتفاع العائد المتولد عنها أو توقعا لارتفاع قيمة الأصل الاستثماري في الأجل الطويل، بينما يقوم المضارب ببيع وشراء الأوراق المالية للإفادة من التغيرات في أسعار تلك الأوراق المالية. وهذا الطرح يعني هذا الطرح طرحه كثير من الاقتصاديين وعلماء يعني البورصة. ونرى الدكتور أحمد محي الدين يرى اعتبارات على أساسها يميز بين المضاربة والاستثمار، فهو وضع بعض النقاط التي إن هي وضع عليها هذا الاعتبار يمكن التمييز بين الاستثمار والمضاربة. فيرى أن العوائد المتوقعة الاستثمار يميز بين المضاربة والاستثمار على أن العوائد المتوقعة في الاستثمار هي الاستثمار. المضاربة والاستثمار العلاقة بينهما يمكن تمييزها انطلاقا من أن العوائد المتوقعة في الاستثمار ليست هي كما هي في المضاربة، حيث أن العوائد المخاطر عبارة عن عوائد متوقعة وليست محتملة. وهذا في الحقيقة يرد عليه لأنه غير مسلم به، وإن اعتبر قاعدة فإنها لا يمكن يعني إطلاقها بناء على يعني هذا الطرح. وإن كان يعني بعضهم قسم يعني ووضع خصائص انطلاقا من التشابه بين ما يسمى بالعوائد المتوقعة والمخاطر المحتملة وأجل التوظيف، وجعل لكل خصائص ثم جعل بعد ذلك نوع التعامل. ومن خلال هذا يعني يتبين للسامع الفروق والتشابه الحاصل بين المقامرة والمضاربة والاستثمار، وأنه يوجد في سوق الأوراق المالية مستثمر ومضارب ومقامر، ولكل منهما خصائصه. في سوق الأوراق المالية نجد مستثمرا ومضاربا ومقامرا، وهؤلاء الثلاث بينهما تشارك في كثير من القواسم المشتركة، وبينهما يعني لكل منهما خصائصه الخاصة به. هذا عن ما يسمى بالمضاربة. نحن الآن عرفنا البورصة بأنها هي سوق الأوراق المالية، وبينا تاريخ نشأتها، وأنها أساسا أو مبدئيا نشأت في الرومان ثم اليونان، وأنه كانت فيه أسواق، وأن يعني هذا المسمى الذي هو البورصة مستمد من تلك المدينة، وأنه يعني وبعضهم يقول بأنه مستوحى من فندق في بلجيكا، يعني من تلك يعني النظريات التي تؤصل لأصل الكلمة. ولكن ما دمنا عرفنا البورصة وعرفنا المضاربة وبينا بأنها ليست هي المضاربة في الفقه الإسلامي، وأنها عبارة عن المقامرة أو المخاطرة بشراء ذلك المؤشر أو الفوارق التي تقع انطلاقا من عرض الأسهم والسندات،
فإن لعلنا نختم بهذا دكتور لمين. لا بد من أن أشير إلى دقائق حتى أصل إلى الموضوع، هذا تقديمه فقط. إن شاء الله لعلنا نرجع ذلك دكتور لمين للمناقشة، لأن عرضك ماتع جدا وقد مضى من الوقت الشيء الكثير عن الوقت المخصص لكم. بارك الله فيكم دكتور. أبين من الناحية الفقهية فقط موضوعها، يعني باختصار شديد. دقيقة لو تكرمت دكتور، دقيقة. نعم. هناك بعض العلماء نحن هنا كنا فيما يسمى بالبورصة أساسا، والبورصة عبارة عن كما قلنا هي سوق الأوراق المالية، والمضاربة تقع هنا يعني بين هذا وذاك، وهي عبارة عن مقامرة أو مخاطرة لاقتناء ذلك المؤشر وغيره. هناك بعض الفقهاء انطلاقا من هذا اختلفوا في موضوع البورصة، فمنهم من منعها مطلقا، ومنهم من أجازها مطلقا، ومنهم من اشترط لذلك شروطا. الذين قالوا بإباحتها مطلقا. إذا لعلنا إن شاء الله تعالى في النقاش دكتور لمين نتعرف عن حجج وبراهين وأدلة هؤلاء الذين منعوا مطلقا وأولئك الذين جوزوا مطلقا. هذا إن شاء الله تعالى ما سنرجيه للمناقشة من أجل أن نثري الموضوع أكثر فأكثر. فجزاكم الله خير دكتور لمين، كنت بارع جدا في تقديم المادة العلمية، صراحة تلقيناها بشكل سلس، سددكم الله تعالى ونفع الله تعالى بكم. أمر مباشرة للدكتور المفضال لبات فضيلي الطروزي، وهو باحث في المالية الإسلامية، وبه نختم إن شاء الله تعالى هذا اللقاء العلمي الثري على أن نفتح باب المناقشة إن شاء الله تعالى عندما ينتهي الدكتور لبات فضيلي، عندما ينتهي حديثه عن التطبيقات المصرفية لعقد القراض. وجميل جدا أن نختم كما في شريف علمكم من الناحية المنهجية والأكاديمية. جميل جدا بعد هذا التنظير وبعد هذا الشق التطبيقي أيضا نختم هذا اللقاء بالتطبيقات المصرفية لعقد القراض. طبعا هذا لم يأتي جزافا، فالجانب التطبيقي كان له غايته ومقصده عندما ترك كحلقة أخيرة في هذه الندوة الطيبة. إذن يتفضل دكتور لبات فضيل الطروزي مشكورا مأجورا غير مأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كثيرا كما أنعمت كثيرا. أشكركم أخي الفاضل عبد الغفور، وأشكر أخي هشام، وأشكر المركز المغربي للاتصال التشاركي على إتاحة هذه السانحة المباركة. مرحبا. وأشكر زميلي الفاضلين الدكتورين المتدخلين قبلي. سأحاول أن لا أقع فيما وقع فيه زميلي، وأن أخلص إلى زبدة الموضوع وأترك الباقي حتى لا ينتهي علي الوقت، حتى لا أطيل عليكم. مرحبا. لن أعرف المضاربة ولن أعرف المصارف الإسلامية لأنها معروفة بيننا، وتعرفها أظن أنه غير مناسب في مثل هذا النوع من البرامج والحلقات. فقط سأخلص إلى التطبيقات العملية لعقد المضاربة أو عقد القراض. ونبه إلى أنه أخيرا ضعف الإقبال على صيغة المضاربة مقارنة مع الصيغ الأخرى مثل المرابحة والمشاركة، ويرجع ذلك في نظري إلى ما يكتنفها من مخاطر وضبابية في العائد، وما تكلفه أيضا دراسة جدوائيتها الاقتصادية للبنك. ومن ناحية التطبيق العملي تنقسم المضاربة إلى نوعين مثل تقسيمها القديم عند الفقهاء. فالفقهاء يقسمون القراضة إلى نوعين: مطلق ومقيد. والبنوك أيضا من الناحية العملية يقسمونها إلى نوعين: حسابات استثمارية مقيدة وحسابات استثمارية مطلقة، دارجين على ما درج عليه الفقهاء السابقون. فمشكلة الاقتصاد الإسلامي أن المصطلحات فيه ليست على إطلاقها. فكما أشار زميلنا إلى أن المضاربة في الأسواق المالية لا علاقة بينها والمضاربة في الفقه، فالودائع أيضا
في الاقتصاد لا علاقة بينها والودائع بالنسبة للفقهاء. فحسابات الاستثمار المطلقة تسمى أيضا ودائع الاستثمار المشترك أو حسابات الاستثمار مع التفويض بالاستثمار، هي المضاربة المطلقة. وفي هذه الصورة يقوم المودع بتفويض المصرف باستثمار أمواله على أساس عقد المضاربة الشرعية دون ربطها بمشروع أو برنامج استثماري معين ودون تدخل من المودعين. أما النوع الثاني فهو حسابات استثمارية مقيدة، وتسمى أيضا ودائع الاستثمار المخصصة أو حسابات الاستثمار دون تفويض الاستثمار، وهي المضاربة المقيدة كما أسلفت عند الفقهاء. وفيها يقوم المودع بطلب الاستثمار في مشاريع محددة حسب رغبته أو حسب نصيحة من بنك أو من شخص آخر، ويكون توزيع العائد حسب المشاركين في كل مشروع على حدة، خلافا لحسابات الاستثمار المطلقة. وقد تم استحداث نوع جديد من الودائع في المصارف الإسلامية يسمى الودائع المشروطة، وهي حساب جار أي ودائع تحت الطلب مقيد بشرط الاستثمار المخصص إذا وجد مشروع يتوافق وشروط المودع من حيث الأمان والربح والمدة الزمنية. أما إذا لم يوجد فتبقى أمواله في حساب جار ولا تدخل نطاق المضاربة. وعند تطبيق هذه الأنواع نمر بمراحل. المرحلة الأولى يتم فيها تجميع رؤوس الأموال بصورة انفرادية لدى المصرف، وهذه هي المرحلة الأولى. ثم ينتقل المصرف إلى المرحلة الثانية يقوم من خلالها بدراسة فرص الاستثمار المتاحة والموازنة بين المشروعات الإنتاجية المتاحة له أيضا للتمويل، وتحديد مدى اتساقها مع أولويات الاستثمار الإسلامي مع دراسة إمكانات الربح واحتمالات الخسارة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الثالثة إن رأى جدوائية هذا المشروع، وفيها تسلم الأموال إلى المستثمرين كل على حدة مع تحديد شروط المضاربة معهم، فتقوم بين المصرف وبينهم مجموعة من المضاربات الثنائية. فالمصرف هنا وسيط يأخذ الأموال من أصحاب رؤوس الأموال ثم يضارب بها مضاربة ثنائية. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة وهي المرحلة النهائية، وحينها تحتسب الأرباح ويعاد رأس المال، فيحصل أصحاب رؤوس الأموال على النسبة المحددة في العقد عند الاستحقاق. ونلاحظ أن أغلب الزبناء البنوك الإسلامية يقبلون عند فتح حساباتهم بمبدأ الغنم بالغرم والخراج بالضمان، إلا أنهم في الواقع يميلون إلى عدم المخاطرة بأموالهم والحصول على عائد ثابت، وهو ما يتنافى وأحكام القرض وأحكام القراض في الفقه الإسلامي أو أحكام المضاربة. فالمضاربة لا يمكن أن يكون الربح فيها محددا، بل لا بد أن يكون حصة شائعة، وهذا ما جعل بعض الفقهاء أو قلة من الفقهاء تحاول تجاوز هذا الشرط مراعاة لحاجة البنوك الإسلامية، وحاولت أن تنزله منزلة الضرورة أو الحاجة القصوى، غير أن الكثير من الفقهاء لم يوافقهم في ذلك. فقال بعض الفقهاء إن المضاربة ليست عقدا إسلاميا، وإنما وجده الإسلام موجودا قبله فأقره، ولذلك الشريعة ليست هي الواضعة الأصلي لعقد المضاربة، لذلك يمكن أن نغير من شروطها، لكن هذا يسمع فقط. فالسنة التقريرية لا تختلف عن السنة الفعلية أو السنة القولية، فمجرد إقراره صلى الله عليه وسلم لها أصبحت سنة، وأصبحت شروطها كأنما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالها، فلا حرج فيها. أما إذا أتينا بشرط آخر لم يقره صلى الله عليه وسلم فهنا يقع الإشكال، فلا بد أن يتوافق معها أو يكون سالما من المحظورات الشرعية. كما أن العائد الثابت أيضا المرتفع عند البنوك التجارية التقليدية يغري الكثير من الزبناء ويحول دون منافسة البنوك الإسلامية للبنوك التقليدية في هذا المجال، ويجعل منافسته لهم منافسة غير عادلة. كما أن أيضا هذا النوع من الحسابات وهو الحسابات الاستثمارية لا بد له من بعض الضوابط كالثبات وعدم السحب، وهو ما لا يلتزم به بعض الزبناء، فتظهر لنا مخاطر السمعة أو مخاطر السحب. ويواجه هذا النوع مخاطر عامة مثل المخاطر الائتمانية أو المخاطر السوقية أو مخاطر السيولة، وهناك مخاطر خاصة بعقد المضاربة وهي المخاطر التشغيلية وعدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. وعند تتبع
مثلا في ماليزيا أو الكثير من البلدان التي يتقدم فيها مجال الاقتصاد الإسلامي، نجد أن الإقبال على المضاربة، على صياغة المضاربة، أصبح قليلا ويتناقص كل عام. فالأموال الاستثمارات الإسلامية تزداد وجانب المضاربة يتناقص نظرا لعدم مرونتها وتماشيها مع العصر الحديث. فالناس غالبا يميلون إلى ثبات أموالهم والحصول على عائد ثابت. فالمخاطرة، فالمودعون لا يخاطرون بأموالهم، ومعلوم أن أموال البنك لا يمكن أن تغطي إلا الجزء القليل من احتياجاته. فالودائع هي الشريان البنوك التجارية. والبنوك الإسلامية ليست مؤسسات خيرية، وإنما هي بنوك ربحية تهدف إلى الربح، لذلك لا تأخذ من الصيغ الإسلامية إلا ما يحقق لها تلك الغاية. وأرجو أن يكون هذا واضحا، وإذا كان فيه استشكال فأنا هنا مستعد له. وأشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم دكتور، جزاكم الله خيرا، أفدتم وأجدتم. وأنا أشكرك في حقيقة الأمر على طريقة التقديم أولا، ثم كذلك أشكرك على الاختصار. والاختصار هي تقنية في حقيقة الأمر تكتسب مع مرور الوقت ومع البحث العلمي والاحتكاك أكثر بالمادة العلمية. شكرا لكم دكتور. أنا أشكرك أيضا أخي الفاضل، أشكرك على تقديمك الجيد الرائع، بارك الله فيك، ونظر وجهك وبيضه يوم نحن تبيض والله وجوه دكتور وتسود سعداء أخرى. بكم كثيرا، وسعداء بمداخلتكم أنتم الإخوة وأنتم الباحثين الذين أثلجتم الصدور بهذه الأوراق العلمية. جزاكم الله خيرا. حياك الله، يا مرحبا. حياك دكتور لبات. إذن لعلنا إن شاء الله تعالى كما جرت العادة في مثل هذه الندوات العلمية أن نفتح الباب على مصراعيه من أجل المداخلات وإبداء الآراء وكذلك التعقيبات والاستفسارات. فمن كان له تدخل من الحضور الكريم فحي هلا، مرحبا بتدخله وبسؤاله واستفساره. تفضلوا مشكورين. عبد الحميد عيسى يرفع يده. تفضل عبد الحميد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عبد الحميد. أولا أود أن أشكر جميع القائمين على هذه الندوة والمساهمين في إنجاحها، وأود أن أشكر أيضا الأساتذة والدكاترة المحاضرين على إفادتهم وعلى كل المعلومات التي أدلوا بها. بالنسبة لمداخلتي فهي متعلقة بأمور بحثية صرفة بخصوص عقد المضاربة أو عقد القراض. من الأمور التي أثارت انتباهي خلال جمع المادة العلمية المدونة في بطون أمهات المصادر في المذاهب الفقهية الأربعة مسألتين اثنتين. من خلال العديد من الكتب المعاصرة نجد ادعاءات بعدم وجود معنى المضاربة المشتركة في الفقه الإسلامي، والقول أن الفقهاء تعرضوا فقط للمضاربة الثنائية. ومسألة أخرى هي متعلقة بأن مذهب الجمهور في المضاربة هو كونها إجارة مجهولة، وقصروا القول بكونها من جنس المشاركات على أنه فقط قول للحنابلة. وهذه الأمور عند النظر في أمهات المصادر داخل المذاهب الفقهية نجد عكس ذلك. فمثلا في المسألة المتعلقة بمعنى المضاربة المشتركة أو مضاربة المضارب أو غيرها من الإشكالات التي تطرحها المضاربة في التطبيق المعاصر، نجد أن هذا المعنى موجود، ونجده مثلا في الأصل لمحمد الحسن الشيباني قوله: وليس له أن يقرض منه شيئا، وليس له أن يخلطه بماله ولا يدفعه مضاربة لأن هذه شركة وليس له أن يشارك به.
فإن كان قال حين دفعه إليه اعمل فيه برأيك، فله أن يخلطه بماله أو يشارك به أو يعطيه مضاربة، وليس له أن يقرضه. وأيضا نفس المعنى موجود عند العديد من الفقهاء، القول بالمضاربة المشتركة أو القول بمضاربة المضارب أو القول بتعدد رؤوس المضاربة. فهذا المعنى موجود عند الفقهاء، بل إن الفقهاء تعرضوا إلى نوازل محتملة في عقد المضاربة أكثر مما يتناوله حاليا الاقتصاد الإسلامي أو ما يتناوله الاقتصاد التطبيقي في عقد المضاربة. مسألة القول أو التعريف الاصطلاحي لعقد المضاربة، فالقول بأنها من جنس الشركات ليس فقط عند الحنابلة، بل هو المشهور أو هو مذهب الحنفية. إذا رجعنا إلى أهم المصادر أو كتب الأمهات لدى المذهب الحنفي، فنجد أنهم يقولون أنها من جنس الشركات. فبالعودة إلى مختصر الطحاوي نجدهم يقولون أنها يعرفها أنها من جنس الشركات. نفس الشيء في المبسوط للسرخسي، ونفس الشيء عند العودة إلى التعريف الذي أدرجه أو تعرض له الدكتور في الفقرة المتعلقة بالمضاربة في الفقه الإسلامي. هذه هي المسائل التي كنت أود المشاركة بها، وشكرا جزيلا لكم. أستاذ عبد الحميد، جميل جدا ما ذكرته. ولعل الدكتور محمد علي أشار إلى شق كبير مما تفضلت به، وهو الإشكال في حقيقة الأمر ليس في التعريف أو في الإثبات، وإنما الإشكال كما ذكر الدكتور محمد علي في التكييف، يعني في تكييف المضاربة. هذا هو الذي حصل فيه ما حصل من التقديم والتأخير. أما ما يتعلق بإثباته فلا أظن الدكاترة ربما يختلفون في ذلك، لأن أمات الكتب كما تفضلت، والأحرى والصواب كما يقول أهل العلم والفضل أن نقول أمات وليس أمهات، أمات الكتب. كذلك السرخسي هكذا ربما تضبط، الأفصح السرخسي المعروف الفقيه النحرير. شكرا لكم دكتور الأستاذ عبد الحميد، مداخلتك كانت قيمة. لعل الدكتور محمد علي وغيره من الإخوة يعلقون على هذه المداخلة التي تفضلت فيها. فنفي المضاربة وتكييفه على أنها إجارة مجهولة هكذا، ربما المجازفة بالقول بهذا يحتاج إلى مزيد من التأمل الفقهي والأصولي. هل هناك متدخل آخر يتفضل؟ وأرجو أن يكون المتدخل على منوال الأستاذ عبد الحميد الذي استفدنا من مداخلته وهو يستفسر. نعم تفضلوا. إذن الباب مفتوح للإخوة لمن أراد أن يتدخل. نستغل تواجد الدكاترة والباحثين معنا. لأن الحديث عن المضاربة وعن هذه التكييفات الفقهية المعاصرة هو حديث دقيق، كما تبينا ذلك من خلال ما تفضل به الإخوة الدكاترة. فالأمر ليس بالهين أبدا كما قد يتصور البعض. فبين المضاربة والبورصة والأوراق التجارية والأوراق المالية خيط رفيع، لا بد من أهل التخصص والدراية من أجل أن يصبروا أغوار الفروق الدقيقة بين هذا وذاك. هل هناك من متدخل أم نمر لأعطي الكلمة للدكتور محمد علي، لأنه هو الذي تناول هذه الجزئية التي تفضل بها الأستاذ عبد الحميد، وربما كذلك بقية الإخوة الدكاترة يدلون دلوهم في هذه الجزئية على أساس أن نمر إلى جزئيات أخرى. تفضلوا دكتور.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور محمد علي. دكتور عبد الغفور، وحيا الله الدكاترة الدكتور لمين والدكتور لباج، فقد أفاض من علمهما الغزير. وحيا الله الدكتور كذلك الدكتور المتدخل الكريم عبد الحميد، وأنا سعيد بوجوده معنا وبمداخلته التي أثرت الموضوع. حقيقة هو ما أثار النقطتين اللذين أثارهما قد أشرت إليهما في الموضوع، ولكن عموما باقتضاب قد أن شيخ الإسلام ابن تيمية أشار إلى هذه المسألة، وكذلك الإمام ابن القيم. أنا ذكرت مقطع من كلام الإمام ابن تيمية ولعلي أعيدها على المستمع الكريم، لأنه قال بأن الذين قالوا بأن المضاربة والمساقات والمزارعة هي مشروعة على خلاف القياس، يقول شيخ الإسلام ظنوا أن هذه العقود من جنس الإشارة لأنها عمل بعوض، والإشارة يشترط فيها العلم بالمعوض والعوض، فلما رأوا العمل في هذه العقود غير معلوم وربح غير معلوم قالوا تخالف القياس. يقول ابن تيمية وهذا من غلط، إن هذه العقود من جنس المشاركة لا من جنس المعاوضة الخاصة التي يشترط فيها العلم بالعوضين، والمشاركة في جنس غير جنس المعاوضة إن قيل فيها شوب المعاوضة. كذلك أيضا ابن القيم له كلام قريب من هذا الكلام، يقول فيه، طبعا هذا لم أمر عليه تجاوزته، يقول إنه لا يوجد شيء، هذا طبعا رد على الجمهور على الذين قالوا بأنها مشروعة على خلاف القياس. يقول ابن القيم إنه لا يوجد في الشريعة أمر يخالف القياس، وإن المضاربة بحقيقتها وهدف المتعاملين منها إنما هي شركة لا إشارة، وبناء على هذا فهي واردة على قياس الشركات التي يكون العمل فيها غير معلوم ولا محدد، الربح كذلك غير موجود ولا محقق الوجود ولا معلوم المقدار. أما بالنسبة للنقطة الثانية التي أثارها الدكتور عبد الحميد أنا أشكره عليها، وهي قضية التي تطرح في كثير من مراجع الاقتصاد الإسلامي، المضاربة المشتركة أو المضاربة في المصارف الإسلامية كما يسميها البعض لم تكن موجودة في الفقه الإسلامي، وأن الموجود في الكتب الفقه الإسلامي هو المضاربة الثنائية أو المضاربة التي يكون فيها رب المال واحدا ويكون فيها العامل واحدا. هذه طبعا بعض المعاصرين ينفيها كما تفضل الدكتور القديم الدكتور عبد الحميد وبعضهم، وأنا كانت عندي نقطة مكتوبة من النقاط التي كنت أريد أن أتعرض إليها، لكن بضيق الوقت تركتها، وهي ما يسمى دكتور محمد علي النقطة التي يسميها بجذور المضاربة في الفقه الإسلامي. كان عندي عنوان اسمه جذور المضاربة، المقصود بها طبعا المضاربة المشتركة. كنت أريد أن أتحدث عن جذورها في الفقه الإسلامي كما تفضل الدكتور بأن العلماء نصوا على المضارب أو تعدد رأس المال في المضاربة أو في القراض، وهذا طبعا ما يدحض ما يذكره بعضهم من أن المضاربة المشتركة لم يتحدث عنها العلماء المتقدمون. طبعا والدكتور ما تفضل به هذه وجهة نظر، ولكن هنالك آخرون أيضا لهم وجهة نظر أخرى. فأنا عرضت النقطتين وأشرت محمد علي وكذلك للمتدخل عبد الحميد لو تكرمتم. بارك الله فيك. جميل جدا، بارك الله فيك دكتور محمد علي. وأعتذر من الدكتور عبد الحميد، أسأل الله تعالى أن يسدده. فتح لنا من خلال سؤاله بابا شاسعا من النقاش، ولولا ضيق الوقت لقدم الدكتور محمد علي محاضرة ثانية إجابة على سؤال الدكتور عبد الحميد، وهذا إن دل عن شيء فإنما يدل على جودة الضيف وجودة كذلك المتتبع السائل المستفسر. شكرا لكم دكتور. أمر بعد ذلك إلى الدكتور لمين. وفي حقيقة الأمر محاضرته لا أخفيكم أنها كانت محاضرة ماتعة، وهو يجول بنا بين الأوراق التجارية والأوراق المالية وبعض الإشكالات الفقهية التي تطرح ها هنا. والدكتور لمين تحدث في حقيقة الأمر عن المضاربة والمقامرة، وعن تكون العلاقة التي سماها بالعلاقة الطردية، وأنا أسميها علاقة بكل تواضع أسميها علاقة جدلية.
فالاقتصاد الوضعي الذي لا يأبه بالحلال والحرام ولا يأبه بالقيم، فهو لا شك يحبذ جانب المقامرة، لا سيما ولا أدري هل الدكتور لمين سيتفق معي في هذه الجزئية. قلت بأن الاقتصاد الوضعي والبورصات التي لا تفلتر إن صح هذا التعبير، لا تغربل بين الغث والسمين والحلال والطيب والفاسد، فلعل هذه البورصات التي معاملاتها مليئة بالمحظورات الشرعية لعلها تفضل المقامرة على المضاربة، لأنها في نهاية المطاف ترى في المقامرة تحريكا لعجلة الاقتصاد. لكن من المنظور الشرعي والقيمي فإن تحريك هذه العجلة إذا كان بالحرام فلا حاجة للاقتصاد الإسلامي إلى أن تتحرك هذه العجلة، إلا أن تتحرك بالحلال الطيب وما علم مصدره ومشربه. ما رأيكم دكتور لمين في هذه الجزئية؟ وأنا أعرف أنكم إن شاء الله تعالى ستضعون الأصبع على الجرح كما يقال. تفضلوا دكتور لمين، ولعلنا نختم بما تتفضلون به من جهتكم. الله يحفظكم ويرعاكم الدكتور عبد الغفور، فأنت تقدم المواد بكل ما شاء الله تفصيل وتأصيل، بارك الله فيك. الله يحفظك ويرعاك، فقد أمتعتنا. فيما يخص موضوع البورصة، نحن كما تعرف قدمنا ذلك الموضوع التمهيدي لتعريفها من حيث الناحية الاقتصادية وتاريخ نشأتها، أما الحكم على ما يدور فيها في مجال المضاربة. ونحن كان من الأولى أن نخصص يعني لقاء خاصا بالبورصة فقط من المنظور الإسلامي، أما وقد اقتصرنا على محور المضاربة منها فقط، فإن العلماء كما تعلم قسموا إلى ثلاثة أو رأوا ثلاثة، يعني قسموا إلى ثلاثة اتجاهات. اتجاه منع البورصة مطلقا، وذلك مبني على عدة مسائل، أولها وقوع الجمع بين البيع والسلم فيها، والصرف المجهول الحاصل فيها، والصرف المؤجل، وبيع الدين من غير اكتمال أخذه، والجهالة والغرر، وأيضا شبه القمار الذي كما تفضلت وقوع المقامرة والحاصلة في موضوع المضاربة. فهذا يعني مسائل ومحظورات، هذه مسائل ومحظورات جعلت بعض الفقهاء يحكم البتة بحرمة تداول الأسهم وبيعها وشرائها والمضاربة فيها إلى غير ذلك. أما القائلون بالجواز بشروطه، وهؤلاء هم من يمكن أن أقول إن صح قبول قولي ترجيحا، يعني أن أرجح إن كان ذلك يمكن لكن لكل باحث ترجيح ورأي، وبناء عليه فإنهم يشترطون حلية النشاط، يشترطون حلية نشاط الشركات المشاركة في البورصة، وإن وقع يعني مخالفة أو محظور في نشاط هذه الشركة يكون نزر يعني قليل في حدود 1% أو 2%. المسألة الثانية أن تكون ذمة الشركة من حيث هي دائنة ومدينة لا تتجاوز قروضها الربوية ب30%. والشرط الثالث هو أن لا تزيد نسبة الفوائد المتحصل عليها أي الإيرادات على 5% من الربويات. هذه الشروط إذا يعني توفرت في عمل بورصة ما أو كيفت البورصة انطلاقا منها فإنها تكون جائزة في رأي هؤلاء المجيزين. وهذا أساسا ما تناولته المعايير الشرعية المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، يعني المعيار 21 والمعايير الأخرى الداعمة له أو المساندة له أو الشاهدة لبعض جزئياته. إذن الذين قالوا بالحرمة رأيهم واضح، فما اجتمع بيع وسلم وما اجتمع وجد في بيع صرف مؤجل أو مجهول، وما وجد يعني بيع دين غير مكتمل الأخذ، حيث وجدت الجهالة والغرر وجدت مسألة القمار، يعني يحكم على المسألة بالحرمة، وهذا هو المسلم به. لكن هؤلاء الذين جاءوا بما يسمى بضرورة الاقتصاد
كما تفضلت يعني بينت، فإنهم أجازوا المسألة بالشروط الأربعة أو الثلاثة التي ذكرنا. ذمة الدائن والمدين تكون يعني لا تتجاوز 30%، حلية النشاط، وأن لا تزيد نسبة الفوائد على 5% الفوائد الربوية، وأن أيضا يتخلص من هذه الفوائد، يعني يحلل المال يطهر بتصديقها أو وضعها في محلها خارج نشاط الشركة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا دكتور لمين، زادك الله تعالى فصاحة وإفصاحا. وهذه 5% ما نقول لهم ما أسكر كثيره فقليله حرام، فالربا هي الربا وإن كانت 0.000001. فهكذا بارك الله فيكم. الله يحفظك. نعم الله يحفظك الدكتور عبد الغفور. هم يجيزون أو يرخصون إن صح التعبير في هذه ال5 انطلاقا من تأويلهم للآية، هي حرمة أخذ الربا، فهم لا يأكلونها أو لا يضمونها لنشاطهم التجاري، وإنما يتخلصون منها بناء على ضرورة حركة العجلة الاقتصادي. انطلاقا من هذا هؤلاء يعني المجيزون كيفوا انطلاقا من هذه الجزئية أو انطلاقا من هذا التأويل، وإن كان يعني تأويلا غير مستساغ إن صح. هو لا شك دكتور لمين، هو لا شك دكتور لمين كما في شريف علمكم، هو لا شك أن هذا الفريق له ما يتكئ عليه ويستند عليه من الأدلة، لا شك. فكل رأي وكل ترجيح لا شك أن له بعض النصوص وبعض الأدلة وبعض الأقيسة يتكئ عليها، لكن في حقيقة الأمر فليس كل نظر مستساغ وليس كل دليل يصلح أن يستند عليه من أجل الترجيح والتقديم والتأخير. نحن لا نشك أبدا أن هؤلاء لهم ما لهم من النصوص والآثار التي انطلقوا منها، لكن هم على منوال من ألقى باللحم واستساغ الشحم، وأنتم تفهمون جيدا ماذا أقصد. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينور بصرنا وبصيرتنا، فبين الحلال والحرام خيط رفيع ورقيق كما يقال. جزاكم الله خيرا دكتور. أمر مباشرة إلى الدكتور المفضال لبات الذي تحدث عن التطبيقات، وأنا أسائله في حقيقة الأمر وهو يشير إلى أن التعامل بالمضاربة الآن أصبح في تضاؤل وفي منحى هندسي تنازلي، فلا أدري هل يمكن لدكتور لبات في حقيقة الأمر أن يفصح بكل اختصار عن السبب الذي يرجع إليه هذا التراجع. هل هو في نوعية الاستثمارات التي ربما تنفر هؤلاء الذين ربما كانت شهيتهم مفتوحة لهذه الودائع الاستثمارية؟ هل الأمر يتعلق بنوعية الاستثمار أم أن الأمر يتعلق بالشروط التي تتخلف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم. فهل هذا التراجع راجع إلى نوعية الاستثمارات التي ربما لم يتفق عليها، أو أنها خروقات تعمد إليها بعض البنوك الاستثمارية فلا يروق ذلك المستثمر يسحب هذه الودائع الاستثمارية، أم أن الأمر يتعلق بشيء أكثر وأكبر من ذلك؟ الأمر ربما يتعلق بمصلحة الزبون كما يطلق عليه أولا وآخرا، لأن الزبون ينظر إلى مصلحته، وكذلك هذه المصاريف الإسلامية وغيرها فهي ليست جمعية خيرية. حاولوا دكتور لبات أن تضعوا الأصبع على الجرح كما فعل ذلك من سبقكم من الفضلاء. تفضلوا دكتور لبات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله.
هل هذا مسموع؟ تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. أولا المتعامل يا أخي عبد الغفور، المتعامل مع البنوك الإسلامية، هل تسمعني؟ نعم نسمعك جيدا دكتور. عندما اعترض المشركون بقولهم إن الربا مثل البيع، قال جل من قائل وأحل الله البيع وحرم الربا. فالمنافسة هنا لا يمكن أن تنافس بين البنك الربوي والبنك الإسلامي على نسبة العائد التي سيعطيها لك، فهذه معاملة جائزة وهذه معاملة محرمة. لكن ضعف الوعي لدى المودعين ولدى المتعاملين مع البنوك الإسلامية ما زال يقف عائقا أمام جلبها للاستثمارات وأمام تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما جعل البنوك الإسلامية عفوا تتماشى مع رغبة الزبون، فترجح وتزيد ما يرغب فيه. يقول الإخوة المصريون الجمهور عاوز كده. إيه، الجمهور عاوز كده والبنك يريد ما يريده الجمهور. فالبنك كما تعلم فرأس مال البنك رأس مال كل بنك تجاري، كل بنك تجاري رأس مال لا يمثل إلا نسبة قليلة مما يتصرف فيه. فالبنوك تارة تفلس وهي رابحة، وقد لا يفهم بعض الناس معنى هذه الكلمة، فكيف يفلس البنك وهو رابح؟ فمثلا إذا أشيع مثلا عن بنك أنه يعاني عجزا ماليا، فسيأتيه كل المودعين ليسحبوا ودائعهم، ومباشرة سيعجز البنك عن سداد تلك الودائع. فالبنك عمله أن يجلب الودائع من المستثمرين ثم يعطيها للمقرضين بنسبة أكبر من النسبة التي أخذها بها من المودعين، فيأخذ الفائض. ولديه دراسات على تلك الودائع، فبعضها يكون ودائعا ويكون جاريا، وهذا دائما يكون جائزا وهي ودائع تحت الطلب، وبعضها يكون ادخاريا بأنواعه، وبعضها يكون استثماريا. فبعض الودائع مثلا إذا وضعتها عند البنك لا بد أن يشترط عليك البنك أنه لا يمكن لك أن تسحبها في أي وقت شئت، فلا بد مثلا أن تكون بإخطار سابق، أو لا بد أن تكون بمدة زمنية محددة، وبعض الفقهاء نص على جواز ذلك، مثلا 6 أشهر هي أقل مدة، وأكثر مدة هي سنة مالية. فمثلا لا يمكن، أنت لست سيدا في هذه، فالبنك له سنة مالية لا بد أن يأخذ بالحسبان كل الأموال التي ستدخل في هذه الدورة الاقتصادية الاستثمارية. فإذا توجهت إلى البنك الربوي ستجد نسبة أكبر ونسبة ثابتة مع ضمان رأس المال، فلا وجه للمقارنة بين البنكين. فإذا وضعت مالك في البنك الإسلامي فالنسبة غير ثابتة، وإنما هي نسبة شائعة من الربح الذي قد لا يحصل، ورأس مالك غير مضمون، غير مضمون. لذلك يخاف المودع المستثمر. الشرعية تحتمل الربح والخسارة. نعم، تحتمل الربح والخسارة. الجميع. فالخراج بالضمان والغنم بالغرم، ويكفي العامل خسارة أن يخسر جهده، أن يخسر جهده، ولا يمكن أن يضمن لك الربح. فإذا ضمن لك الربح فأين الحرام إن لم تكن هذه من الربا الصريح؟ ولا يمكن أن نميع أحكام الأمر دكتور لبات. هذا في حقيقة الأمر هو ما يلاحظ عن بعض المصارف الإسلامية التي شعارها دائما رابح رابح، في حين أن المعاملة الشرعية تحتمل الربح والخسارة. ولا بد أن يستساغ ذلك وأن يتقبله الطرفين. يا عبد الغفور، لا يمكن أن نميع أحكام الشريعة الإسلامية من أجل المودع أو من أجل رغبة الجمهور، فهذه أحكام ثابتة. فللشريعة قواعد ثابتة وأخرى مرنة، فالمرن لك الحرية. فمثلا إذا لم ترضك صيغة المضاربة لا تحاول أن تلوي عنقها وأن تنزع منها دسمها وقيمتها، فاذهب مثلا إلى صيغة المشاركة إن كانت تناسبك، أو اذهب إلى صيغة المرابحة كما فعل مثلا كثير من ماليزيا، أو اذهب إلى أي صيغة من صيغ الإسلام التي تناسبك وترغب فيها، لكن لا تحاول أن تلوي أعناق النصوص في جاي المضاربة حتى تتماشى مع ممتاز جدا ما ختمت به دكتور لبات. لا تحاول أن تلوي أعناق النصوص، كذلك لا تحاول أن تنتقي، لا تكون انتقائيا فتذهب فتستدل ببعض الباحثين. وأنا أعجبني بعض العلماء
الأصوليون عندنا بمدينة فاس بالمملكة المغربية حرسها الله تعالى ملكا وشعبا وسائر بلاد المسلمين. كان عندنا الدكتور إدريس حنفي، وقد توفاه الله تعالى إبان انتشار الفيروس الفتاك. أنا لا زلت أتذكر جاءه أحد الطلبة الباحثين بمسودة لرسالة التخرج، وقد نقل عن بعض المجاهيل، فأعجبني جواب الأصولي الفقيه رحمة الله عليه. قال له: مجهول ينقل عن مجهول، أنت طالب مجهول وهؤلاء مجاهيل. فبعضهم والله أحيانا يعني أحضر في بعض اللقاءات تجد مجهول ينقل عن بعض المجاهيل المعاصرين، فيحاولون أن يستدلوا ببعض الترجيحات التي رجحها طالب فنقلها عنه طالب. والقاعدة عندنا: ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. جزاكم الله تعالى جميعا أيها الفضلاء، وأنا أعطيكم دقيقة لكل واحد يقول فيها كلمة ختامية في هذا اللقاء وفي هذه الندوة الماتعة التي استمتعنا بها بكل صراحة واستفدنا منكم جميعا. دعوني أعطي دقيقة أو نصف دقيقة للدكتور محمد علي أحمد الفاروق. بماذا تختم هذا اللقاء؟ دكتور محمد علي في دقيقة، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حيا الله وجوهكم. نشكر الجميع، نشكر المركز، نشكر الدكتور هشام، ونشكر الدكتور كريم الذي أفاض وأجاد وأفاد، الدكتور عبد الغفور الذي كانت له بعض التلميحات وبعض الإضافات التي ربما حفظكم الله تعالى. هذا من تواضعكم دكتور، وأرجو الله تعالى أن يديم لنا هذه الموائد العلمية. تحياتي. جزاكم الله خيرا. الآن الدكتور لمين، تفضل في دقيقة دكتور، جزاك الله خيرا. حياكم الله جميعا، الله يحييك ويبارك فيك دكتورنا عبد الغفور، وحياكم الله الإخوة الزملاء، حيا الله المستمعين جميعا. وأود أن أقول كما قال شيخنا الأخضري رحمه الله تعالى: على المسلم أن لا يقدم على عمل حتى يتعلم حكم الله فيه أو يعلم حكم الله فيه. وبهذه المناسبة فإنه على تجارنا وعلى يعني أصحاب رؤوس الأموال العاملين يعني في المؤسسات الكبرى أن يتعلموا أحكام الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أنهم مسؤولين يوم القيامة عما عملوه. فالمسلم مسؤول عن كل عمل يعمله، وليس ولا غير مرخص له، سيما وأن هذا العالم اليوم أصبحت المعلومة فيه متوفرة والعلماء موجودون، ويمكن للإنسان أن يسأل عالما في أقصى المشرق وهو في أقصى المغرب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأود أن ننظم إن شاء الله ملتقى خاص بالبورصة غير ممزوج مع المضاربة في الفقه الإسلامي وحدها. حفظكم الله ورعاكم. دكتور، وانتبه الآن للسياقة، إطلالتك كانت بهية، انتبه جيدا لإشارات المرور. وعرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. نصيحتك كانت ذهبية التي ختمت بها، جزاك الله خيرا. آخر كلمة للدكتور لبات فضيلي، يتفضل في دقيقة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم، أحسن الله إليك وبارك الله فيك رئيسنا، وأحسن الله إلى المتدخلين العزيزين الفاضلين، وجزاهم الله خيرا. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يثيبنا عليه، إنه هو الجواد الكريم. وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين. الإخلاص قارب من قوارب النجاة. ملاحظتي هي للباحثين، أشار زميلي بارك الله فيه إلى نصح التجار ونصح الباحثين. فعد الباحثين أن يتقوا الله جل وعلا، وأن لا يغرهم كثرة القول بالجواز، ولا يحاولوا مثلا، فكثرة سالك الطريق ليس دليلا على صدقه أو على الوقوف مع الحق. ومن لم يخف
فلا بد للإنسان أن يقف مع حدود الله جل وعلا وأن يتجرد في البحث العلمي وأن يكتب ما أراه الله جل جميل جدا والله. ثم نحاول بتواجدكم معنا في المركز. ثم نحاول أن نخلق وعيا مصرفيا إسلاميا. فالمنافسة بين الحلال والحرام لا يمكن أن تكون. فلا يمكن مثلا، فالسرقة مثلا أكثر ربحا من التجارة العادية، والربا أكثر ربحا من البيع العادي. فإذا نظرت من هذه الزاوية وحدها فإنك ستذهب إلى البنوك الربوي وتترك البنوك الإسلامية. فالبنوك الإسلامية ضرورة وليست مسألة تنافسية توازن بينها والبنوك الربوية. فلا بد أن نخلق وعيا مصرفيا خاصة في بلدان المغرب العربي التي انتشرت فيها البنوك الإسلامية. إن شاء الله تعالى، وهذا ما نعمل عليه في هذا المركز. بارك الله فيكم من أمثالكم من الباحثين من المنصفين، وهكذا إن شاء الله تعالى القطار يمضي إن شاء الله تعالى في نشر العلم والمعرفة الناجحة. جزاكم الله تعالى خير الجزاء جميعا. وأنا أرى الأستاذ هشام، وربما هناك لائحة من الإخوة يريدون التدخل. أنا في حقيقة الأمر أعتذر منهم جميعا لأن الوقت متأخر عند الإخوة، فالجغرافيا مترامية الأبعاد. إن شاء الله تعالى الأستاذ هشام الذي يريد التدخل وغيره من الدكاترة والباحثين ممن أرادوا أن يتدخلوا في هذا اللقاء، وأنا أعتذر منهم مجددا لأنني لم أسمح لهم بالتدخل، على أن نضرب لهم مواعيد علمية قادمة إن شاء الله تعالى نستضيف فيها من الأخيار مثل هؤلاء الأخيار الذين شنفوا الأسماع وشرفوا اللقاء. جزاكم الله خيرا متكلمين ومستمعين وقائمين وجنود خفاء، وكذلك لا ننسى جنود الخفاء وراء الكواليس. دائما أحب أن أقدم لهم الشكر، فلولاهم بعد الله سبحانه وتعالى لما نجحت هذه اللقاءات العلمية والفقهية والأصولية والمالية. جزاكم الله خيرا، وأسعد الله تعالى مساءكم، وشيبنا الله تعالى جميعا على طاعته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا.